شايفين الطبق عامل ازاي؟ بجد يفتح النفس. بصي اللون كل واحد ازاي، منتهى الجمال. الليفت مفيش ارخص منه في السوق. خليناه النهارده بالبيض. بالبيض، ايوه بالبيض. تعالي نشوف الطريقه اتعملت ازاي بالبيض وطلع باللون التحفه ده ازاي. كله لون واحد، مفيش واحده لون ولون، لا كله لون واحد زي ما انت ما شايفه بالطريقه دي كده. تحفه وهيعجبك، وهتعملي نوع مخلل في البيت بارخص ما يمكن. مفيش غنى عن المخلل على اي سفره. سفره فطار بيبقى مطلوب فيها المخلل، سفره الغدا، سفره العشاء، اي سفره بتعمليها او اي وجبه بيبقى مطلوب معاها المخلل. فانت هتعملي مخلل بطريقه سهله وبسيطه، مش مكلفه نهائي، وهيبقى عندك في البيت دايما ومش هتخليه. تعالي نشوف عملناه ازاي وخليناه ازاي بالبيض. يلا بينا على الطريقه نشوف عملناه ازاي. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ الليفت بقى مال السوق، فقلت اجيبه ونعمله مع بعض. اول حاجه كده لما نيجي نشتري الليفت، هاتي الليفتايه التقيله، ما تجيبيش الليفت يكون خفيف عشان ما يبقاش من جوه شايخ. هتجيبيه وهتنضفيه بالشكل ده كده، تشيلي كل الطينه اللي بتبقى فيه وتغسليه وتنقعيه وتنضفيه بالشكل ده. انا هنا قطعته بالشكل ده كده، انت تقدري تقطعيه التقطيعه اللي تحبيها. في ناس بتحب العيدان بتاعته اللي زي كده تخللها، انا هخلل منه شويه برضو، واللي مش عايزها يستغني عنها. دول 2 كيلو. هاتي الكميه اللي انت حباه. اللفت رخيص مش غالي، بيتباع 3 ب10 في السوق، وفي ناس بتبيع ال4 ب10، مش غالي. انا هنا جايبه 2 كيلو. حطي عليهم شويه ملح كده، انا هنا هحط عليهم حوالي معلقتين، وهقلبه بقى كويس في الملح. قلبي اللفت كده كويس مع الملح. هسيبه بقى في الملح بتاعه ده كده منقوع ليله. هسيبه كده من النهارده لبكره، هتلاقيه دبل وابتدى ينزل الميه بتاعته. ونرجع تاني مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده اللفت بعد ما قعد ليله كامله في الملح، تعالوا نشوف بقى عمل ايه كده. الميه اللي نزلت منه، بصي الميه اللي نزلت من اللفت اهي. هنبتدي بقى نخلله ازاي. احنا هنخلله بالبيض. هتخلليه يعني ايه بالبيض؟ زمان كانوا بيجيبوا البيضه علشان يشوفوا بيها الملح بتاع المخلل مظبوط ولا لا. هنجرب كده الموضوع ده مع بعض، واللي يعني عايشين من زمان زي كده عارفين الموضوع ده. الملح لو زاد في المخلل بيبقى حادق جدا وما بيبقاش حلو، ولو الملح قل المخلل بيفسد، ما بيبقاش كويس وما بينفعش. نعمل التجربة دي مع بعض ونشوف هنظبط الملح ازاي بالبيض. الكوباية هنحط عليها معلقة كبيرة ملح، ادي معلقة، دي التانية. ندوب بقى الملح ده كويس كده. كده خلاص دوبت الملح. بصي هنحط البيضة كده في المية. المفروض ان البيضة تبقى مش طالعة لفوق، لا يا دوبك طرفها طالع كده هي جوه سطح المية، بس تبقى طرفها طالع كده ايه، يا دوبك ابقى شايفة البيضة كده طرفها بس المية. هنا لا، البيضة راقدة تحت كده، لسه عايز ملح تاني. هحط لها ملح تاني لغاية ما الاقي البيضة ابتدت بس طرفها يطلع كده على سطح المية. هحط الملح وارجع. خلاص كده انا حطيت ملح تاني على المية. بصي بقى البيضة هنا عاملة ازاي، طافت على الوش اهي، مش طالعه كلها لبره، لا يا دوبك يعني عامل فيها زي نقره كده، كأن البيضه فيها نقره باينه معانا اهي. بصي مش طالعه على الوش، لا يا دوبك هي متغطيه كلها بس باين منها حاجه بسيطه اهي. كده تعرفي ان الملح بتاعك مظبوط اهي. انا عايزه بس ابينها لكم كويس اهي، يا دوبك كده باين منها نقره واحده بس كده. كده يبقى الملح بتاعي مظبوط. البيضه دي نيه تمام وغسلاها، ما تقلقيش يعني الميه نظيفه لان انا غاسله البيضه. خلاص كده دور البيضه انتهى، نطلعها بقى. انا كده خلاص ظبطت الملح. هنحط ايه فيها؟ هنحط فيها نص معلقه كبيره سكر. هحط شطه، احط كده معلقه شطه بقى على حسب الرغبه. نقلبها كده. ظبطت الملح بتاعها بالبيضه زي ما عرفنا، وحطيت سكر، نص معلقه كبيره سكر او معلقه صغيره.
وحطيت شطة على حسب الرغبة. ممكن تحطي زي ما قلنا هريسة شطة او فلفل احمر كده متقطع وتحطيه في البطرمان واحنا بنرص البطرمان. هجيب بقى البطرمان اللي هحط فيه اللفت وهحط فيه كده من تحت الاول كام شريحة بنجر قطعيه رفيع عشان تاخدي منه نتيجة احسن. ابتدي بقى احط اللفت ما بين كل صف كده، هحط بنجر. احط اللفت تاني، افضل كده بقى لغايه ما املى البطرمان وتكبسي فيه كويس. احط برضو بنجر. رصيت البنجر واللفت بالشكل ده كده في البطرمان. كل ما بنحط لفت كنا بنحط بنجر بالشكل ده كده. بصي اللون اصلا هو لسه ما حطيتلوش الميه بتاعته المحلول. في ناس بتحب تغلي البنجر ده وتاخد الميه بتاعته تحط منه وتحط منه برضو كده فريش، فانا ما غليتوش. لا، جربي ان انتي تحطي البنجر كده من غير ما تغليه. هنحط بقى المحلول بتاعه، الميه كده. هنحط بقى كيس كده عشان ما يدخلناش اي هوا وتقفليه كويس. هنسيبه بقى كده حوالي اسبوع 5 ايام ونفتح عليه مع بعض نشوف هيبقى طعمه عامل ايه والملح بتاعه فعلا مظبوط ولونه هيبقى عامل ازاي وطعمه وريحته. هنشوف كل حاجة مع بعض وهقول لكم رأيي فيه فعلا في موضوع الملح والبيضة دي طلع فعلا كويس ولا لا. انا اول مرة اجربه معاكم، هنشوف النتيجة مع بعض واقول لكم ايه رأيي فيه. تعالوا بقى نفتح مع بعض كده على الليفت. هو كده بقاله 4 ايام. تعالوا نفتح عليه ونشوف ايه الاخبار كده مع بعض. بسم الله. بصي الليفت، بصي الليفت عامل ازاي. بصي فايدة الكيس اللي كنا بنقول نحطه على الوش بتاع البطرمان، كيس اهو خلى مفيش اي تعفن من على الوش خالص ولا بكتيريا ولا اي حاجة من اللي بنشوفها فوق البطرمانات بتاعة المخلل ده سبب ان هو ما دخلوش اي هوا نهائي. تعالوا بقى نطلعه مع بعض ونشوف هيبقى عامل ازاي. ده البنجر اهو اللي كنا حاطينه على الوش. نشيله كده ونشوف بقى اللفت. الحاجة اللي هتحطيها في البطرمان تبقى ناشفة، بلاش تبقى مبلولة خالص، تبقى ناشفة نهائي عشان ما تبوظلكيش اي مخلل. تعالوا بقى نطلع اللفت كده ونشوفه. بصي اللفت جميل. تعالي نشوف حياءه كده اللي كنا عاملينه بالبيض ونشوف الطعم بتاعه عامل ازاي. الحياء بتاعه حلو، الملح بتاعه مظبوط، وفيه القرشة الحلوة بسبب السكر اللي حطيناه فيه، وطعمه جميل جدا. المخلل المطلوب جنب اي اكل يا جماعة بيبقى حلو وبيحلي الاكل جدا. نقدمه بقى ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. وده كده الشكل النهائي لللفت معانا. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم وتجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس تخلوه على الكل عشان توصلكم مني كل فيديوهاتي، وتعملوا مشاركة للفيديو عشان الطريقة توصل للكل، وتنتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.